بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم محمد صقر. هنتكلم النهارده ان شاء الله في المحاضره الخامسه من ورشه الريفت المعماري. هنبدا نفتح مشروع جديد من هنا من قائمه بروجكت زي ما اتفقنا وزي ما فهمنا الفرق بين البروجكت والبروجكت تمبلت. هنبدا نختار بروجكت وهنا بيسالني عن فايل التمبلت اللي انا هبدا اشتغل بيه. المحاضره اللي فاتت لقيت ان في ناس كتير بتسال عن فايل التمبلت، ان شاء الله يكون موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو، فايل الكاد بتاع المشروع اللي هنشتغل عليه هيكون موجود برضو في الديسكريبشن بتاع الفيديو. هنا هنضغط اوكي، بيبدأ يحمل معايا فايل التمبلت اللي انا هشتغل عليه. كده فتح معايا فايل التمبلت اللي هبدأ اشتغل عليه. فتح البروجكت. عشان نتأكد زي ما اتفقنا المحاضرة اللي فاتت مكتوب هنا بروجكت 1 فلور بلان ليفل 1. في تساؤلات كتير جت المحاضرة اللي فاتت. انا لما ابدأ اشتغل على مشروع هل ينفع ادخل صورة واشتغل عليها في الريفت زي ما ادخلها في الكاد، وهل ينفع ادخل فايل كاد وابدأ اشتغل عليه؟ طبعا الموضوع ده متاح جدا عندنا في الريفت. هنا من قائمة انسيرت هعمل لينك كاد او امبورت كاد. ايه الفرق بينهم؟ لينك كاد مجرد ما بعمل اي تعديل فايل الكاد بيتعدل اوتوماتيك جوه المشروع بتاعي. امبورت كاد مهما عدلت في المشروع فايل كاد ما بيتعدلش معايا في فايل الريفت، لكن في اللينك بيتعدل. هنا ممكن اعمل insert image وابدا اشتغل عليها. هعمل لينك كاد المشروع بتاعي واشوف انا مسيبه فين. عندي انا مسيب هنا ده الجراوند، ده فايل الكاد اللي انا هبدا اشتغل عليه. ده مسقط افقي للدور الاول زي ما احنا شايفين هنا. ده الثلاث سلالم سوب 45. بعد كده دي التقسيمات الداخليه، تمام. وفي هنا كيرتن وول وسلالم تاني بتنزلني لتحت، وفي هنا سلم بيطلعني للدور التاني. المشروع تقريبا بسيط، ولكن حرية الإبداع متركة لكل واحد إن هو يبدأ يغير في المشروع أو يبدأ يشتغل على مشروع تاني أو يبدأ يعدل فيه زي ما يحب. هنبدأ نشتغل زي ما اتفقنا قبل كده. هنبدأ نرسم الحوايط بتاعتنا. في بس مشكلة إن في ناس لما بتدخل فايل الكاد بتلاقي الخطوط بتاعتها تخينة أو فيها مشكلة. هنبدأ نضغط بس هنا على thin lines بحيث ان الخطوط لو فيها مشكلة مجرد انت ما بتضغط هنا بتبدأ الخطوط تتظبط معاك. تمام، الحمد لله ما عندناش اي مشكلة. زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات في المحاضرة الرابعة ان اول حاجة بنعملها لما ببدأ افتح مشروع جديد، اول حاجة ببدأ اظبط اليونتس بتاعتي UN، وابدأ افتح هنا واظبط خلي دي متر وهنا 2 decimal places. اوكي. وابدأ بعد كده اخش في اي واجهة وابدأ اظبط المناسيب بتاعتي بناء على البلان اللي انا بشتغل عليه. هنا عندي منسوبين. عندي منسوب 45 بيطلعني 3 سلالم. بعد كده الدور التاني على ارتفاع 3 متر عادي، يعني ده ارتفاعه 45. بعد كده طلع 3 متر الدور التاني. تمام، يبقى احنا هنعمل ده منسوب اللاندسكيب عادي. خليه مثلا 0 لاندسكيب، وده هنخليه 0 جراوند، خليه 01 جراوند. تمام، ودي هنخليه منسوبه 45. وزي ما اتفقنا عشان اتفادى تداخل المنسوبين كده مع بعض، هنا من الكسرة ديت تبدأ تنزل لتحت، وهنا من الكسرة دي برضو كده، وابدأ اشدها اطلعها لفوق. تمام، هنا اللي ظاهر عندي ده فايل الكاد اللي انا ببدأ اشتغل عليه. هنعمل بعد كده LL وابدأ ارسم المنسوب بتاعي زي ما اتفقنا في طريقتين. دي الطريقة البدائية اللي هو بطلع ل3 متر 50 مثلا، ايوه كده، وابدأ اشد. تمام، واتفقنا ان الطريقة دي غير عملية بالمرة، ولكن هنرسم بيها بس المجرد تبقى الناس متابعة معانا. 6.45. تمام، هنا عشان اظهر السيمبل التانية اللي هي دايرة المنسوب الناحية التانية، دايرة الليفل الناحية التانية، قلنا نمسك العنصر نخش في الايديت طيب بتاعه، هنلاقيها symbol end 1. تمام، نروح عليها. وزي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، هنا البارامترز اللي بره ديت بتاعة العنصر
بتاعة العنصر ده بس. البارامترز اللي موجودة برا انستنس بارامترز دي بتاعة العنصر ده بس، اما التايب دي فيها التايب بارامترز دي بتغير في النوع كله ككل. يعني مغير في واحدة هلاقيها اتغيرت اوتوماتيك في كله. هبدأ ارسم الليفل اللي بعد كده بتاع الفلور. هنا 3.45، احنا اتفقنا ان الدور عندها 3 متر. هضغط 3 وابدأ اعمل بيك. تمام. احنا غلطنا غلطة، المفروض المنسوب ده يكون 3.45 وده يكون 6.45. تمام. بعد كده هنبدأ ندخل في اللاندسكيب عشان نبدأ نعمل الكسرات دي. خلينا نبدأ نبني الحوايط الأول في الجراوند. نعمل WA وول أو architecture tab build panel ونبدأ نختار وول. هنا بيقول لي اول حاجه هنا unconnected ديت، بيقول لي انت عايز الحيطه بتاعتك تطلع لحد منسوب كام، لحد الليفل كام. احنا هنا بنبني على الجراوند، وبعد كده عايزينها تطلع ليفل 3 كده اللي هو ارتفاعه 6 متر. هبدأ امسك كده. هو لو تلاحظوا معايا بيبدأ ياخد معايا من السنتر لاين بتاع الحيطه، عشان هنا انا قايل له اختار لي او ارسم لي من الوول سنتر لاين او من الكور سنتر لاين فينش اكستيريور فينش انتيريور. تمام. هنفهم الكلام ده كله بعدين، بس خلونا دلوقتي نرسم الوول سنتر لاين. تمام. بيبدأ يرسم معايا اهوت. تمام. هنا بيقفل معايا الحوايط دلوقتي. طيب سؤال بس ممكن يسأله بعض الناس. انا دلوقتي انا برسم الحيطة كام والطبقات الفينيشز اللي على الحيطة. ده سؤال مميز جدا. هنا لما ببدأ ادخل في امر الوول بيبدأ يجيب لي الحوايط اهيت. دي انواع الحوايط اللي عندي اللي انا ببدأ اشتغل بيها. تمام. كل نوع حيطة وليه طبقات الفينيشز بتاعته. هنا دي الحيطة ال20 سنتي الديفولت اللي احنا بنبدأ نستخدمها. في هنا حيطة انتر بلاك وورك 100، دي حيطة انتيريور 10 سنتي. وفي هنا 3 الكيرتن وول، 3 انواع مختلفة من الكيرتن وول ببدأ اشتغل عليهم. تمام. واقدر بعد كده هنفهم ازاي بعد كده ازاي انا اقدر احط الفينيشز للحيطة اللي انا عايزها، او اقدر انا اكريت حيطة من الاول. هنا اختار الانتيريور بحيث ان انا احط حيطة 10. تمام. هنا هنا في فاصل اهوت ما عملوش معايا. هبدأ ارسمه هنا من السنتر بحيث ان هو، او ممكن ابدأ اشد الحيطة دي كده بحيث ان هو يقفل معايا. تمام. تمام. بدأ كده اقفل معايا كل الحوايط. نبدأ ندخل نشوفها في 3D. ده شكل ده شكل بلان، ده شكل الفيجن بتاعه في 3D. تمام. بنتحرك طبعا هنا في ال 3D بنتحرك بشيفت وسكرول. نتحرك بشيفت السكرول بيبدأ يعمل اوربت معايا اهوت. ابدأ الف حوالين المبنى بتاعي. ندخل تاني في الجراوند. كده احنا رسمنا حوائط الدور الاول. عايزين بس قبل ما نبدأ نعمل اي حاجة جديدة نبدأ بس نتكلم شوية عن الحوائط. انا هنا ماسك الحيطة. نشوف الانستانس بارامترز بتاعتها. في اول حاجة هنا اللوكيشن لاين، ده اللاين اللي انا كنت برسم بيه الدودت اللي هو الوول سنتر لاين والكور سنتر لاين. تمام. بعد كده البيز كونسترينت، ده البيز بتاع الحيطة.
منسوب الزيرو بتاع الحيطة مرسوم عليه. احنا طبعا راسمين على زيرو 1 جراوند. بعد كده لو عايز اعمل اوفست للحيطة ديت من الارض، بمعنى آه دلوقتي لو ده منسوب الزيرو بتاعي، لو ده منسوب الارض كده، تمام، وانا عامل كيرتن وول مثلا بالشكل ده مثلا الحيطة بتاعتي، وانا عامل هنا كيرتن وول في الجزء ده، عايز اخلي الكيرتن وول تبقى بالمنظر ده، تمام. وهنا التقسيمات بتاعتها البانلز، تمام. وده عندي كده الكيرتن وول بالمنظر ده، تمام. وعايز ابدا اعمل الاوفست ده اللي هو الجزء ده والجزء ده، اخلي الكيرتن وول طالعه نص متر مثلا من ارضيه الحيطه، من ارضيه المنسوب عندي، وعايزها تبقى نازله نص متر من بطنيه السقف، تمام. هو ده البيز اوفست، تمام. ببدا اكتب له مثلا نص متر موجب او سالب. لو موجب نص متر تطلع لفوق، ماينس نص متر بتنزل لتحت. هنا التوب كونسترينت ده المنسوب الهايت بتاع الحيطة الهايت بتاعها طالع لحد فين، احنا مطلعنا لحد ليفل 3. وهنا التوب اوفست لو عايز اخليها واخدة اوفست من فوق لتحت او لفوق زيادة عن المنسوب، تمام. آه لو دخلنا مثلا في الايديت تايب، دي الانستنس بارامترز دي بتتغير في كل حتة لوحدها، لكن الايديت تايب ببدأ اغير في النوع كله. هنا الاستراكشر ده الاستراكشر بتاع الحيطة، هنفهمه بالتفصيل دلوقتي. وهنا وابنج دي خاصة شوية بشغل الوركينج، هنتكلم فيها بعدين. وهنا الجرافيكس دي خاصة بان الحيطة تبدأ تظهر معايا ازاي في 3D جوه البرنامج. materials and finishes دي هناخدها ان شاء الله في الريندر لما نبدأ نرندر مشروع ونبدأ نفهم ازاي نتعامل معاه. وباقي البارامترز تقدر انت تتعامل معاها وتقدر انت تألف فيها، ولو حاجة وقفت معاك كلمنا ان شاء الله، وان شاء الله نكون متابعين مع بعض. هنبدأ بعد كده نخش في ليفل 2 ونبدأ نظهر الحوايط في الدور التاني. في هنا بس حاجة ملحوظة مهمة، احنا لما دخلت اللاندسكيب لقيت مثلا ان اللون بتاع الارضية بتاعتي او الخلفية اللي هي فايل الكاد تقيلة يعني، باينة جدا. هنا هنلاقيها مثلا واخدة هاف تون شوية، مش ظاهرة قوي. ولما اجي اعمل لها سيلكت مش بيتعمل لها سيلكت، كأنها شفافة او لاير تحت الحوايط بتاعتي. هي الحوايط هنا هي الخط، تمام. لما ادخل في الليفل 3 مش هلاقي الشفافة دي خالص، وهلاقي الدور اللي تحت مني هو اللي شفاف، وبقدر اعمل سيلكت عليه كده، مش بيرضى يعمل سيلكت معايا. طب ايه الموضوع ده؟ هبدأ اخش هنا في البروبرتيز بتاعة الليفل نفسه، هلاقي حاجة اسمها الاندرلاي. هنا الاندرلاي ده الموضوع هو المختص بالموضوع ده، بيبدأ يظهر لي الليفل اللي تحت كأنه شفافة تحت اللاير اللي انا تحت المنسوب اللي انا شغال عليه، بحيث ان انا لو بعمل عمارة سكنية مثلا، او بعمل عمارة سكنية او ابراج، وفي مثلا الدورين اللي تحت مولات مثلا او حاجه، وفي ستراكشر سيستم مختلف عن الستراكشر سيستم بتاع الادوار اللي فوق، عايز ابدا اظبط الاعمده بتاعتي، وابدا اظبط الكورز بتاعتي، وابدا اظبط ستراكشر سيستم في المبنى. ببدا اجيب هنا اختار الاندرلاي بتاع المنسوب من هنا، بحيث ان هو يظهر معايا، وابدا اغير الستراكشر سيستم زي ما انا عايز، تمام. احنا هنا هنبدا نعمل وول ونبدأ نبني فوق الحوايط ديت، بس مش هو ده الدور التاني. احنا نبدأ نعمل insert لينكات عشان نبدأ ندخل الفيرست بلان فيرست فلور، تمام. هنا نزل، لو نلاحظ هو نزل فوق الدور اللي تحت على طول. هبدأ اعمل WA all، وابدأ ابني هنا
احنا لو لاحظنا احنا كده بنبني من الحيطة ال20، لا احنا نختار الحيطة نبني من الحيطة ال10 نختار الحيطة ال20. تمام. نبدأ هنا كده. طبعا الناس اللي بتشتغل اوتوكاد انا ببدأ اعمل زوم اوت وزوم ان بالسكرول بتاعتي او بالبكرة اللي موجودة في الماوس. ببدأ اعمل موفينج كده، بمسكها وابدأ اتحرك بيها. تمام. هنا انا عملت الحوايط الخارجية، هبدأ الحوايط الداخلية هعملها، ولتكن مثلا نختار الحيطة ال10. او خلينا نختارها حيطة 20 بس عشان نبقى ماشيين مع فايل الاوتوكاد اللي احنا مختارينه، بحيث ان ما يبقاش فيه اختلافات كتير. طبعا احنا لاحظنا هنا في اختلاف بين سمك الحيطة وسمك الحيطة في فايل الكاد. فرق السمك ده اللي هو سمك البياض، وده هنتعلم ان شاء الله ازاي نعمله. خلينا نختار هنا الحيطة ال10. تمام. هنا في حتة هنا مقطوعة من الحيطة، ازاي ابدأ اقطعها زي ده؟ هنبدأ نختار امر SL split. امر split SL اختصاره بيبدأ يقطع معايا الحيطة. ببدأ اختار مثلا هنا واقطع هنا واقطع هنا كمان. تمام. وابدأ بقى الجزء ده لوحده اهوت، ابدأ اعمل له ديليت. هو كده قفل معايا. تمام. احنا كده خلصنا الجزء الخاص بتاع الحوايط. هنبدأ بقى نحط ابواب وشبابيك برضو من architecture tab build panel. نبدأ نختار window ودورز. الدور اختصاره DR، الويندو اختصاره WN. نختار دور. هنلاقي هنا متحمل باب واحد. ابدأ احمل ازاي؟ هبدأ اعمل لود فاميلي من هنا تاني عشان بس الناس تكون متابعة معايا. هنا من دور ما عنديش غير باب واحد، هبدأ اعمل لود فاميلي من هنا. كده هيبدأ يفتح معايا المكان اللي انا مسيف فيه المكتبة عندي على الجهاز. هبدأ اختار. كل دي مجموعة من الابواب، انا ببدأ اختار منها اللي يناسب المشروع بتاعي. وليكن مثلا هنختار باب الشقة. وليكن ده مثلا. وهنختار باب الحمام وليكن ده. وهنختار باب للأوضة وليكن ده مثلا. أبدأ أعمل له أوكي. بيبدأ هنا يعمل لودنج للموديل ده أو للفاميلي دي عندي على الجهاز أو عندي على الفايل بروجكت اللي أنا بشتغل عليه. حمل معايا الأبواب اللي أنا هبدأ استعملها في المشروع. هنا في الجراوند أنا هبدأ أحط باب الشقة DR.
ببدأ هنا اغير اتجاه الباب بالضغط على مسطرة، بيبدأ يحركه معايا يمين او شمال، ببدأ اشد لفوق او انزل لتحت. تمام. مجرد ما بضغط عليه هنا بيبدأ ينزل معايا. هنا باب الأوضة نختاره وليكن ده، دي المقاسات المختلفة بتاعته. تمام. مجرد ما بضغط بيه كده بيبدأ يدخل معايا اوريدي. لو عندي مثلا النوع دوت وعايز أبدأ أشوف الارتفاعات بتاعته، أو عايز أشوف البارامترز اللي أنا أقدر أغير فيها، هنا ده المنسوب بتاعه، الليفل اللي هو موجود عليه. هنا السيل هايت لو عايز أرفعه شوية عن البيز بتاعته. هنا الفريم تايب لو عايز ابدا اعمله ديسكريبشن مثلا او حاجه. فريم ماتيريال ببدا اختار الماتيريال اللي انا هحطها عليه. تمام. هنا ببدا اخش في الايديت تايب، دي البارامترز بتاعه التايب كله. هنا دي الدايمنشنز بتاعه الباب بتاعه الدور كلها، كل الدايمنشنز اللي انا بقدر اغير فيها. عرض مثلا ببدأ انا بقى اغير في الدايمنشنز ديت على حسب ما انا عايز، او على حسب المقاسات اللي انا عايزها. هنا دي شغل الديسكريبشن اللي هو الانوتيشن اللي هيبدأ يظهر معايا كده بعد كده في جدول الابواب والشبابيك. اي ديسكريبشن هتحطه هنا هيبدأ يظهر معايا بعدين. تمام. وهنا ده الجزء خاص معايا بتاع الماتيريال. لو الماتيريال بتاعت الازاز اللي جوه ده، الازاز اللي جوه الباب. وهنا ده الجزء الخاص بتاع الدور نفسه اللي هو الجزء الخشب. وهنا الفريم ده الجزء الخاص بتاع اللي بره بالجزء الفريم اللي بره بتاع الباب. ابدا اعدل فيه براحتي، انا ببدا اشوف اللي انا عايز ايه اللي يناسب المشروع بتاعي، وببدا اعمل من هنا دوبليكيت واعمل اسم جديد واضغط اوكي، وابدا بعد كده اظبط الاعدادات اللي انا عايزها او الاشياء اللي انا ببدا اظبطها في المشروع. هنا ابدا احط باب الحمام وليكن ده مثلا. هبدا مجرد ما بحطه كده بيبدا يتحمل معايا. والبرنامج فيري سمارت، يعني هنا عمل لي حلقة اهوت، وانا ببدأ بعد كده اعمله بره مثلا، او ببدأ اظبط الحاجات اللي انا عايزها. هنا اعمل WN عشان اعمل دور برضو بنفس الكيفية. بخش هنا ما بلاقيش حاجات مفيدة يعني. ببدأ بعد كده انا اخش برضو اشوف انا ملود المكتبة بتاعتي فين على الجهاز. هسيب لكم حرية الابداع في المشروع، وكل واحد يبدأ يختار المشروع اللي هو عايزه. ولو حد حابب يشتغل المشروع دوت، الفايل هيكون في الديسكريبشن بتاع الفيديو. وان شاء الله باذن الله اشوف بس ابداعاتكم واشوف الشغل اللي هتعملوه باذن الله. ولو حد واقف معاه اي سؤال يبدا يتابعنا على الفيس او على الشانل الخاصه بتاعتنا على اليوتيوب. وان شاء الله نلتقي في المحاضره الجايه، وكان معاكم اخوكم محمد صقر.